المرسلين. السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المحترم، السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المحترم، زميلي السيد وكيل ملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، السيد نقيب هيئة المحامين والسادة النقباء السابقين والسادة أعضاء مكتب المحامين المحترمون، السيد المدير الإقليمي المحترم لوزارة العدل، السيد الكاتب العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل، السيد رئيس المجلس الجهوي للسادة العضو المحترم، السادة ممثلي كل من السادة الخبراء والسادة التراجمة والسادة المفوضين القضائيين على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بآسفي، زميلاتي زملائي السادة القضاة والسيدات القاضيات، السادة المستشارون المحترمون والسادة نواب السيد وكيل العام المحترم، السادة المسؤولين الإداريين على مستوى محكمة الاستئناف ومحكمة ابتدائية بآسفي، السيدات والسادة زملائي وزميلاتي كافة السادة الموظفين المحترمون، السيد رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة وكافة أعضاء المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة. سوف أرتجل هذه الكلمة في حق السادة المستشارين المحترمين والسادة القضاة المحتفى بهم، وكذلك مناسبة للاحتفاء بالأخ الفاضل السيد عبد الصادق السعيدي الكاتب العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل. إنه ليوم سعيد أن نحضر معكم أيها الزملاء الكرام بهذا الحفل البهيج من أجل الاحتفاء بجميع السادة المستشارين والسادة القضاة رئاسة ونيابة عامة الذين حظيوا في الدورة الأخيرة لمجلس أعلى السلطة القضائية من الانتقال إلى العمل إلى محاكم أخرى، وكذلك مناسبة للاحتفاء ببعض الزملاء السادة المستشارين والسادة القضاة الذين وكلوا على التقاعد، وهي مناسبة كذلك للاحتفاء بالزميلة المرحومة أستاذة سميرة بوعشة التي غادرتنا إلى دار البقاء، لكن بصمتها ستظل راسخة في أذهاننا نظرا لما أسدته لمرفق العدالة. وهي مناسبة كذلك لنتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد لتنظيم هذا الحفل البهيج الذي هو عبارة عن أسرة للعدالة، أسرة واحدة، وهي مناسبة لكي نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكافة السادة المستشارين والسادة القضاة الذين انتقلوا للعمل بمحاكم أخرى، خاصة وأن هذا الحفل لا يفي حقهم، وإنما نحافظ على رمزيته وعلى ما أسدوه لمرفق العدالة من خدمة وتفاني في العمل، ونتمنى لهم التوفيق والسداد بالمحاكم التي سوف يعملون بها مستقبلا إن شاء الله. باش يوصلكم جديد ديال آسفي الآن تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.